لا تنزل اخوي، انت احسن حلاق بالعالم. حبيبي صح هذا الورث مال ابوي، بس انا ما اقدر انافس بعد احد، لا اقدر اطلع لي ايجار. اوقف ما يحتاج تعزل المحل مالتك، انت وش روح البيت. باوع جيب لي ورقه وقلم وانا اقول لك شنو الحل، حخليه يشتغل بس جيب لي ورقه وقلم. تمام؟ يلا روح جيب لي اياهم بسرعه. اخويا هاي ورقه وقلم بس تتحمل مسؤوليه. باوع اذا خسرت انا ادفع ايجار بمكانك. تمام؟ بس اهم شيء تطبقها خطوه بخطوه. تمام. هاي الشغله ما حد مفكر بيها وما حد مسويها، المفروض تحفظها. تمام؟ ويدك. احمد الرسام شنو هذا سحر؟ باوع هذا مثل السحر، راح يغيرك بالتسويق ويخليك تشتغل اكثر من اي حلاق. ليش؟ انت ايش راح تسوي؟ راح تكتب اسماء اصدقاء الناس اللي يجوك او جيرانهم او اخوهم، الناس اللي هم اصلا ما جاييك ولا مره. ليش؟ انت من تعطي الاخو هذا الشخص راح يجيك وراح يجرب حلاقتك، راح تنطي حلاقه مجانا لاي شخص ما جايك ولا مره بالمنطقه. قبل ما ازينكم هاي اكتب لي اسم جيرانك وانت اكتب لي اسم اخوك وحلاقتهم راح تصير مجانا. بصراحة هاي الفكرة مالتك كلش ذكية، وشكو واحد بالمنطقة ما محلق يمك راح يجي يحلق يمك. عاشت ايدك على هاي الفكرة. لا صحيح، تستاهل مليون لايك ومليون مشاركة.